السلام عليكم غزالاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا فيديو جديد في القناه ديال خديجه. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا مع بعضياتنا الفلفله معمره بطريقه اللي هي سهله وبسيطه. باش بلا ما نطول عليكم الفيديو، كتاخذوا الكميه اللي بغيتوها من السردين، كتنقيوها مزيان وتغسلوه. كلكم كتعرفوا الطريقه ديال كيفاش كتغسلوا السردين وتنقيوه، يعني بلا ما نزيدها في الفيديو باش بلا ما يجي طويل بزاف. كنطحنهم في الهاشوار كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنحط الكميه كامله اللي عندي دقه وحده. ديجا راه شاركت معكم البنات هذا الهاشوار هذا في فيديو مع الثمن ديالو وشحال كيهز الى اخره. كنزيد البنات الربيع، كنزيد 3 ديال الفصوص ديال الثوم. وبالنسبه للعطريه كندير الملحه، وكنزيد البزار، وكذلك الخرقوم. العطريه كامله البنات اللي كدار مع الحوت كطحنوها مع هاد الكفته هذه باش تزيد تبنن ليكم. وكندير واحد راس معلقه ديال الهريسه، كذلك سكينجبير، وكنطحن كنطحنهم مزيان حتى كل شيء الخليط كيولي ممتزج مع بعضياته. وما تنسوش بالنسبه للبنات الجدادات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي يضغطوا على زر الاشتراك ويفعلوا زر الجرس، هكا البنات غيبقى يوصلكم مني كل جديد. والقناه ديالنا ما شاء الله راه متنوعه وفيها فاش تفرجوا. هنايا البنات من بعد ما كنطحنها مزيان كيف ما كتشوفوا، وردوا البال البنات مع هاد المواس هادو راه كيكونوا ماضيين بزاف. اون فوا تساليو منهم تردوهم في الغشا ديالهم باش هكا تبقاو محافظين عليهم. من بعد ما كنكونوا غسلنا الروز ديالنا مزيان، كنضيفوه على الكفته وكنخلطوهم مزيان مزيان، وكنوضعوهم جانبا باش هكايا تطلق، يعني النسمات يطلقوا في بعضياتهم مزيان. او كتحطوها في الثلاجه بما كتكونوا وجدتوا الكفته قطعتوها، وكذلك حطيتوا القميله ديالكم فوق البوطه او كوكوت او طاجين، اي اناء باغيين تنصبوا فيه. هنايا البنات كتشدوا الفلفله ديالكم كتقسموها على جوج، كتنقيوها مزيان من الزريعه اللي كتكون فيها لداخل. هنايا راه عندي الفلفله بارده لانها بعض المرات هكا ملي كتكون رخيصه في الثمن كناخذها بالكميه وكنحطها في الفريغو ما كيوقع ليها والو البنات. وهنايا من بعد ما قطعت الفلفله ديالي غادا ندوز نقطع البصله وندير شويه ديال الزويته في القميله وكذلك مطيشه. هنايا البنات الطماطم كتكون عندي دائما كونجولي في الفريغو، دائما كتكون عندي واجده ماشي يلاه كنبقى نحك فيها وداك الشيء. هنايا البنات كناخذ منها الكميه على حسب شحال ديال الفلفله غادا ندير، وكنزيدها حتى هي في القميله وكنخليها تطلاق على خاطرها. وكندوزو مع بعضياتنا باش نبداو نعمرو في الفلفله ديالنا من بعد ما كتكون تشحرات لينا البصله وكذلك مطيشه دابت في القميله. هنايا كيف ما كتشوفوا البنات الفلفله كامله اللي عندي غادا نعمرها بهاد الكفته والروز، وغادا نبدا نستفها في القميله ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا البنات من بعد ما كنكونوا كملنا تعمار ديال الفلفله ديالنا وكتكون مطيشه دابت لينا في القميله، كنزيدوها نفس العطريه اللي درناها للكفته، راس معلقه ديال الهريسه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، كذلك التحميره. وما نساوش نحطوا ورقه سيدنا موسى وكذلك واحد الفص ديال الثوم نحكوه على المريقه ديالنا. هنايا انا نسيتو راه ما حكيتو حتى الاخر. طريف صغير ديال الحامض حتى هو نحطوه في المرقه باش يطيب معاهم. وهنايا البنات من بعد ما غادي نستفوا الفلفله ديالنا كامله في القميله غادي نخليوها تشحر، وعاد غادي نمرقوها بالماء اللي غادا طيب فيه. الماء البنات ضروري يكون سخون مزيان ما يكونش بارد. ردوا معاها البال البنات لانها ما كتشدش الوقت بزاف باش انها طيب. ودابا غادي نقدموها مع بعضياتنا بالصحه والراحه. كنتمنى البنات هذا الفيديو هذا تكونوا استفدتوا منه ولو غير شويه،
وما تنساوش انكم تشتركوا في القناة باش يبقى يوصلكم مني كل جديد. ونخليكم دابا مع التقديم. بسلامة عليكم، حتى الفيديو جديد نعاودو نتلاقاو ان شاء الله.